تحياتي والسلام عليكم. بربي إلى كل الصفحات الشريفة، كما معنا بزارة ريفوليسيون ولا قروان ريفوليسيون، كل الصفحات الثورية، كل الشرفاء تونس وثوار تونس. اليوم حابين نعملوا شريط بما يخص حمل الهمامي. حمل الهمامي قبل 14 جانفي وبعد 14 جانفي. كما تعرفوا الناس الكل، حمل الهمامي بيدق من بيادق بن علي داكوردو، شد 3 سنين حبس في السبعينات صحيح، اما بعد خرج من الحبس ولا بوليس سياسي نتاع بن علي. والدليل القاطع على كونه معناها اولاده كل يعيشوا لبرا ويقراوا في الخارج. وكان بن علي عامل له منحه، معناها منحه شخصيه ليه ولمرته باش يتجسس على المعارضه ويوهم معناها التونسيين والثوار لكونه حمل همامي قائد الثورة. وكريتو بعد الانتخابات كي جاب 0.0 اللغة متاعو تبدلت، ولا عم ثورة مضادة. هو أخطر رجل في تونس، هو أخطر رجل في تونس بعد الباجي خالد السبسي. شعمل تو حمى الهمامي بعد سقوطه في الانتخابات؟ ما أمنش لكونه معناها الحكومة الترويكا نجحت في الانتخابات. السيد هذا ما يمنش بالديمقراطية، هذا في المعارضة وعمل لك ما لا خلي كان يوصل الحكم. فيحط لهم مشانق كل الإسلاميين وكل واحد معناها ضده في الحوار ولا في الواحد يعمل له مشروع. هذا هو تفكير حمل الهمامي. نرجعوا معناها بعد الثورة بالضبط، شنو ما اللي عملها معناها الجرائم الكبيرة اللي عملهم حمل الهمامي. أخطر جرائم عملهم حمل الهمامي أكثر من جرائم بن علي، واكثر من جرائم رشيد عمار، واكثر من جرائم السبسي. تفكروا الناس الكل معناها الشغب اللي صار معناها في سليانة، الشغب اللي صار في سليانة وفي تطاوين. في سليانة وقتها خرج جماعة ميليشيا مع الجبهة الشعبية وحز معناها الشباب الفقير غادي في سليانة وقال لهم معناها لازم تخرجوا وتظاهروا ضد هذه الحكومة على خاطر معناها حكومة خاينة، والخروج متاعكم شرعي ضد الفقر والعدالة وكل شيء. هذا صحيح كلامه تو، لكن شو صار بالضبط؟ الميليشيا كي خرجوا معناها خاطر كل شيء منسق مع وزارة الداخلية وقت الحبيب الصيد هو الوزير الأول، ورئيس معناها مدير عام لوزارة الداخلية وقت توفيق الدماسي ونبيل عبيد. لعبة ملعوبة وقتها منسق ما بيناتهم، بين حمل همامي ورموز الفاسدة نتاع وزارة الداخلية، على رأسها وزارة الداخلية القديم الحبيب الصيد، باش يقع معناها بروفوكي معناها رجال الأمنيين عدبالهم باللعبة. وقع استفزاز معناها الأمنيين، هذه الميليشيا فهمت، مش الشباب الفقير لا في تطاوين ولا في سليانة فهمت. والميليشيا هذوما هما ضربوا الأمنيين بالحجر، وقت الأمنيين معناها رجعوا عليهم بالرش. هذا هو وقت الشيء هذا كله وراء حمل همامي، هذه العملية وراء حمل همامي معناها حصل لجماعة الشباب الزوالي في سليانة باش يتيح في الفخ، وهذه عملية معناها باش يظهروا لكونه معناها الحكومة ضعيفة والأمن معناها ديكتاتوري ويقتل في التوانسة. لكن هذه الحادثة معناها كانت مفبركة بين رموز فاسدة من الأمن وحمل الهمامي والجبهة الشعبية. حصل فيها معناها الشباب الطايش، شباب الزوالي اللي ما يخممش بكدا. فما مشكلة أخرى متاع تطاوين كيف زاد اللي مات فيها المسؤول من نداء تونس لطفي نقف. تعديت مسيرة سلمية تعديت معناها في الشارع، لكن ما يرانا كان من المكتب متاع الجهوي الاتحاد التونسي للشغل ضربوا المسيرة بالحجر وبالمولوتوف وبالسكاكن، وعنا معناها أشرطة موثقة على كونه معناها هما أبداو، واللي صار كله هو عملية مفبركة من حمل همامي وكل. حتى راح ضحيتها لطفي نقف اللي صار له معناها كريس كاردياك، جلطة خذته خاطر معناها الضغط عليه ياسر، وممكن هو كان مريض قبل الواحد وكل شيء.
وعنا نوصلوا ضد الأخطر عملية، هي عملية مسرحية اغتيال شكري بالعيد. نرجعوا لكلامنا، وكنا عملنا شريط تقديم إلى شكري بالعيد، راهو موش متوفي، مازال حي ويعيش في الجزائر تحت أوامر المخابرات الجزائرية والجنرالات في الجزائر، تحت حماية المخابرات الجزائرية، وهذا موثق و100%. على خاطر العملية هذه المراد منها الإتاحة بالشرعية للحكومة المنتخبة الشعب، ووعدوا معنا حمل أمامي باش يولي رئيس الدولة، والباجي قايس سبسي وزير معنا رئيس الحكومة. هذا المخطط معناها أطحناه احنا جماعة الفيسبوك معناها الشرفاء، وكنا معناها عملنا ضغط كبير على الشعب باش يخرج ويطيح المؤامرة الدنيئة هذه اللي وراها نداء تونس والجبهة الشعبية، وكل واحد معناها من المتآمرين على إرادة الشعب، وهم مش متوقفين لحد هذا، قاعدين يحضروا من جديد، وحمل أمامي معاهم قاعدين معناها في الأيام القليلة القادمة باش يعملوا عملية كبيرة. وهذا مؤكد معناها خاطر عنا أصدقاء شرفاء، وهذا مؤكد من أمني شريف ما نعطيش اسمه خوفا على سلامته. فما معناها منحرفين حاطين يديهم مع رموز فاسدة من الداخلية، هما المنحرفين هذوما نسميهم البلطجية، ذراع الشرطة الأيمن والأيسر. الداخلية هذه البلطجية والمنحرفين يد واحدة. المنحرفين هذوما في أحضان الداخلية، على رأسهم وحيد تيجاني مدير الأمن الوطني اللي جابوا معناها لحبيب عمار وحامد القروي وحطوه ورسموه، قاعدين يحضروكم في الانقلاب مع فلول المنحرفين من سياسي نداء التجمع، يحبوا يعملوا انقلاب على الشرعية. تفهموا يا تمرنسا ولا لازمك تفهموا راهو العملية جاية في الأيام القليلة الماضية، وشوفوا القضاء بالضبط كيفاش معناها سيب أكبر مجرمين معناها نتاع بن علي خرجهم معناها براءة، والسلفيين اللي ما عملوا حد شيء تو محكومين معناها ب10 و5 سنين حبس، وهم ما عملوا حد شيء، وغيرهم معناها من شرفاء تونس وأبناء الثورة المجيدة مازالوا مربوطين ومازالوا يتعدى عليهم حتى جسديا. لهذا معناها أنا نبه الحكومة ومازالوا من أمنوا به إلا كونه عندها ذرة من المرجولية، واللي صار كل معناها والتهديد من رموز الفاسدة من نداء تونس ومن كل الأحزاب اللي جابت صفر، خرجوا معناها وكل شيء موثق معناها بالصورة والفيديو كيفاش يهدوا ويعتدوا على العباد ويحبوا يقتلوا العباد، كما قتل معناها رئيس حركة النهضة ولا قتل علي العريف، وهم قاعدين يبثوا في فتنة والشغب، وما حد ما حكمهم حد وما حد ما تكلم عليهم. تو كي يتكلم صاحبي عتيك ويتعاودوا معناها الفيديو وتفرجوا عليه 10 مرات ما تكلمش العيب، قال الحق، هو قال فما شرعية، فما حكومة منتخبة شرعيا والشعب وراه انتخبها. تحبوا تعملوا انقلاب ويتاح بالحكومه راك تحملوا مسؤوليتكم، راكم مش تشنقوا كل معناها في تونس في شارع الحبيب بورقيبه امام مبنى الداخليه باش تشنقوا بالواحد، خاطر الحكومه هذه هي جات في الواجهه، راهو كان مش الحكومه راك تشنق الكل واحد راهو، غير معناها حركه النهضه وترويكا جات في العراضه، ويحبوا معناها ما يحبوا على ثورة سلمية، ما يحبوش المشاكل ومسامحينكم، لكن الشعب التونسي مش مسامحكم، تو طار عاجلا آجلا باش تشنقوا واحد واحنا من واقعنا هذا ما عندناش مسلمين فيكم. هذا حبيت نعمل الشريط هذا ونوروا معناها الرأي العام التونسي وشباب الثورة ولجان حماية الثورة بأن معناها خطر قادم على تونس من أعداء الديمقراطية وأعداء الحرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.